السلام عليكم. ازاي تتغلب على الخوف في خطوات بسيطة خالص. طبعا الخوف مشكلة كبيرة جدا بتقابل كل الناس، والخوف زي ما احنا كلنا عارفين هو نوعين، نوع عرضي ونوع مرضي. النوع العرضي اللي هو انت ممكن تخاف من حاجة مؤقتة بس لسبب حصل، مثلا حاجة وقعت من مكان معين فانت خفت اتهزيت، لان طبعا دي عنصر المفاجأة موجود فيه. وفي خوف واحد بيخاف على طول من الكلاب، او واحد بيخاف من العنكبوت او اي حاجة يعني. فده بيسموه الخوف اللي هو المتابع، يعني هو مش مرض طبعا بس هما بيسموه كده. هو انا شخصيا ضد التسمية ديت، لكن هو انا بعتبره برضك خوف تاريخي، يعني خوف ذاكرة. طيب ازاي تقدر تتغلب على الخوف دوت؟ بسيطة خالص. آه، اول حاجة تبتدي تاخد نفس. موضوع النفس ده يا جماعة مهم جدا. تاخد نفس عميق جدا 3 4 ثواني، تكتمه وبعد كده تبتدي تخرجه واحدة واحدة 3 4 مرات، هتلاقي نفسك هديت. طب هو النفس بيعمل ايه؟ النفس بيخلي العقل الظاهر والعقل الباطن يدوا اوامر لبعض ان الشخص دوت ما تضايقوش تاني، فيبتدي الشخص يهدى. طيب التمرين التاني انك انت تشغل الحواس الخمسة بتوعك. الحواس الخمسة هو تمرين بسيط جدا اسمه 5 4 3 2 1. يعني الاول تبص كده، اول حاسة النظر تبص الخمس حاجات وتبتدي تقولهم بالاسم. يعني مثلا قلت تليفون، موبايل، هدوم، سماعة، وات ايفر انت قلت ايه يعني. التمرين بعد كده هو رقم 2 4 حاجات تسمعهم. حاول تركز، تقفل عينيك او تفتحهم وتركز في 4 حاجات، اسمع 4 اصوات مختلفة وابتدي اتعرف عليهم يعني. تالت حاجة انك انت تلمس، حاسة اللمس، ابتدي المس اي حاجة 3 حاجات وعرفهم بالاسم وقولهم لنفسك بصوت عالي، يعني بصوت مسموع لنفسك على الأقل. الحاجة الرابعة انك انت تشم روايح، يعني ريحتين على الاقل مختلفتين. يعني حاول تشم روايح موجودة في المحيط اللي حواليك، ما قدرتش غمض عينك وحاول تجيب روايح من الذاكرة، مانجا، موز، برفان اللي بتحبه، اي حاجة. اخر حاجة حاسة الذوق. لو في حاجة قدامك تقدر تذوقها تذوقها، وفكر في الذوق بتاع، في التذوق، في المذاق بتاعها كويس. ما قدرتش حاول تجيب مذاق من الذاكرة، غمض عينيك وحاول تجيب مذاق لأي حاجة من الذاكرة. شوف انت بتحب ايه. انا بحب المانجا فهفكر في المانجا، فهتيجي على طول قدامي، او في يعني في حاسة الشم هتشغلي على طول ريحة المانجا. طيب التمرين الثالث انك انت حضرتك تكتب. الكتابه دي يا جماعه مهمه جدا، انك انت تكتب. مش قادر تكتب، امسك القلم والورقه واكتب انا مش عارف اكتب ومش عارف اعمل ايه وكده اهوت. هتلاقي نفسك اوتوماتيك الالهام زي ما بيقولوا جالك يعني، فابتديت تكتب على طول. الثلاث حاجات دول لو استمريت عليهم ان شاء الله بيقلل الخوف وبيقلل التوتر، ودي ابحاث علميه مش كلام انا بس. طبعا في ناس بتاخد ادويه كتير بس يعني ما انصحكوش. كتر الادويه هي عباره بردك عن كيماويات بتخش في جسمك، فانت الراعي والمسؤول عن نفسك. طبعا لو مضطر، لو في حالات مرضيه تستدعي دوت فاكيد، لكن انت تقدر تعالج نفسك بنفسك، وتقدر تطور نفسك بنفسك، وتقدر تضيع الخوف بنفسك. وبس كده. لو عجبك الفيديو يا ريت يخلي غيرك يستفاد بيه، ولو في حد عنده استفسار او اي كومنت او اي حاجه انا تحت امركم. سلام عليكم.